السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على سفنج الدرجة التانية. طبعا زي ما أنا قلت لكم الدرجة التانية بيبقى فيها كثافات عالية، مش بأي كثافة. حتى في الدرجة الأولى بتبقى مش قد كده، اللي هي تعتبر زي الجديدة. أما الدرجة التانية بيبقى فيه كثافات عالية زي ما انتم شايفين كده. ده سفنج هايبر. طبعا بص الهايبر ميه وبيرد تاني، غير السفنج اللي هو العادي اللي هو مضغوط. كل انا جايبه كله هايبر ليه؟ عشان خاطر اغلبيه شغلي بيه، بينزل لي مخصوص. اول ما بتنزل العربيه اتصلوا بيا باخده على طول. زي ما انتم شايفين كده بالة. ده بيبقى غالي طبعا، اغلى من الجديد، عشان ما حدش يفكر الدرجه الثانيه يبقى رخيص. لا طبعا ده بيبقى اغلى من الجديد. ليه؟ لان هو بيوزن طبعا، تقله بيبقى فلوس، فالكيلو بتاعه على حسب ما هو نازل من المصنع في 160 170 على حسب السفنجه بتاعته. طبعا ده بيوزن غير الجديد بيبقى خفيف، كثافته تبقى ضعيفه، بيبقى غالي. تبقى الحاجه زي دي كده ممكن تخش لها في ال 800 وال 900 والكلام فده بيبقى اغلى. وطبعا انا بجيبه عشان خاطر يبقى جوده وميزه للشغل بتاعي. طبعا الحاجه ديت بتخلي السفنج ده بيعيش عند العميل اطول وقت ممكن، والحاجه ديت بتبقى ميزه ليا لانها بتجيب لي عملاء اكتر وشغل اكتر، وبيبقى بفضل الله بيبقى نجاح اكتر، غير اللي هو اشتغل ومشي شغلك وانتهينا وبعد كده الحاجه تريح عند العميل. فده طبعا مش لغتي ولا مبدئي. فزي ما انتم شايفين كده السفنج محترم. يعني هنقوله مثلا ايه، ما تحاولش اللي انت تجيب الحاجات اللي زي ديت، لان مش اي حد بيجيبها من الاخر. يعني في درجة تانية لكن بيبقى اقل من ده جودة شوية، وبيبقى رخيص واحن. فالحاجات اللي زي ديت بتنزل للناس مخصوصة عشان خاطر بيدفع فيها مبلغ، لانها بتبقى اغلى من الجديدة، عشان تبقوا انتوا فاهمين. ده الكيلو بتاعه من ساعة ما جبته من فترة جامدة طبعا تقريبا 160. طبعا ده بيبقى تقيل اللوح بتاعه، فبيوزن معايا. وده كان فيديو النهارده. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.